ايه هي اسباب الاورام الخبيثه في الثدي عند السيدات؟ الحقيقه يا جماعه مفيش اسباب معينه لسرطان الثدي في السيدات، ولكن بيبقى في حاجه اسمها العوامل المساعده. يعني ايه كلمه عامل مساعد؟ كلمه عامل مساعد معناها ان عوامل بتخلي مريضه عرضه اكتر ان يجي لها سرطان ثدي عن مريضه اخرى. اهم العوامل المساعده في سرطان الثدي في السيدات هو العامل الوراثي، لان سرطان الثدي في السيدات متوارث بنسبه تصل الى 25%، وبالتالي الست اللي في حد في عيلتها جاله سرطان ثدي قبل كده عرضه اكتر ان يجي لها اورام ثدي عن الست اللي عيلتها خاليه من سرطان الثدي. عشان كده دايما بقول ان معرفه القصه المرضيه واذا كان في حد في العيله جاله اورام قبل كده مهمه جدا بالنسبه لمريض الاورام. طيب هل في عوامل تانية مساعده لظهور سرطان الثدي في السيدات غير العامل الوراثي؟ في صحيح هي اقل شويه اهميه من العامل الوراثي، ولكن لازم برضو نكون على علم بيه. زي ايه؟ زي مثلا عدم الرضاعه الطبيعيه. واحده خلفت ورضعت صناعي ما رضعتش طبيعي، عرضه اكتر ان يجي لها سرطان ثدي. مريضه او سيده وهي بنت صغيره بدات الدوره الشهريه عندها وهي سنها كبير شويه فوق ال 20 سنه، عرضه اكتر لسرطان الثدي. سيده الدوره الشهريه قطعت عندها بدري شويه وهي اقل من 45 سنه، او سيده اخذت برشام منع الحمل لفتره طويله شويه اكتر من 5 سنوات. كل دي تعتبر عوامل مساعده لسرطان الثدي في السيدات. اخيرا وليس اخرا، هرجع اقول تاني، العامل الوراثي هو اهم عامل مساعد لسرطان الثدي في السيدات. فلو سمحتي لو في حد في عيلتك جاله سرطان ثدي قبل كده، بدري بالكشف المبكر عشان صحتك تهمنا، وربنا يتمم شفاكم على خير.